يسعد كل أوقاتكم. اليوم وصفتنا حتكون كيكة الشوكولا الهشة والطرية كتير مع طريقة كتير بسيطة للتزيين بمكونات موجودة بكل بيت. إذا أول مرة عم تحضروني ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ويلا نبدأ الفيديو. رح نحتاج 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وكوب وربع من السكر، وظرف من الفانيليا، وبنخفقهم تقريبا 5 دقايق بس لحتى يصير القوام معنا كريمي. هلأ بنضيف لهم كوب من الحليب يكون دافي، و3/4 الكوب من الزيت النباتي. هلأ ما بنخفقهم كتير، بس كم ثانية لحتى يندمج الحليب والزيت مع البيض والسكر. ومعي هون 2.5 كوب من الطحين المنخول. رح أضيف عليهم ملعقة كبيرة من الباكنج باودر، ونص كوب من الكاكاو البودرة، وملعقة صغيرة من النسكافيه بيعطيها طعم كتير طيب، ورشة ملح. وهلأ بننخلهم كتير منيح. ومثل العادة تقريبا بكل وصفات الكيك، وقت اللي بتضيفوا المكونات الجافة على المكونات السائلة ما بصير تخفقوها بالخفاقة الكهربائية، إنما بالملعقة بتحركوها من تحت لفوق. ورح استعمل قالب كيك قياسه 26 سنتي. فيكن طبعا تدهنوه بزيت وطحين مثل العادة، بس أنا حبيت بس من تحت حط ورق زبدة، ومن الجوانب ادهنه بالزيت والطحين. وهلا رح أقص ورق الزبدة من الأطراف، ورح أدهن القالب من جوا بزيت ورشه بطحين. وبتعرفوا قبل ما تبلشوا بأي وصفة كيك لازم يكون الفرن حامي. هلا أنا مشغلة الفرن من تحت وفوق على درجة حرارة 170. وفي حال إذا الفرن بيشتغل عندكم بس من تحت شغلوه بس من تحت، وآخر 5 دقايق بتشغلوه من تحت وفوق. وأهم نقطة لحتى الكيك يستوي من النص لازم كمية الخليط تعبي بس نص القالب أو شوية من النص، مو أكتر من هيك، وإلا الكيك ما رح يستوي من جوا. الكيك تقريبا أخذ مني 35 دقيقة لحتى استوى. فيكم تتأكدوا إذا الكيك استوى أو لا بعد 30 دقيقة بعود خشبي. بس أهم نقطة وقت اللي تفتحوا باب الفرن على الكيكة ما تفاجئوها مشان ما تهبط معكم. افتحوا الباب شوي شوي وبعدين بتطلعوها ما حيصير لها شي. والكيك بشكل عام لازم يبرد كتير منيح لحتى تطلعوه من القالب، بس أنا لساته هون حامي سخن وفكيت القالب عنه لحتى طلع الكيكة. ورح أقلبه على الوش التاني بس لحتى شيل القالب من تحت كمان. هو غلط وهو سخن أعمل هذا الشي، بس لضيق الوقت لازم خلصه بسرعة. وطبعا بعرف النتيجة شو حتكون بإني رح خرب سطح الكيكة، بس ما علي بكل الأحوال أنا رح زينه يعني. بس انتو ما تعملوا هيك شي وهو سخن بنوب، يعني الكيك دائما خلوه يبرد منيح لحتى تفكوه من القالب أو تعملوا فيه أي شي. هون بقى رح نحتاج صوص الشوكولا يلي نزلته كمان بالقناة، رجعوا للفيديو يلي قبل هاد رح تلاقوا الطريقة كاملة. هون بعد ما برد الكيك معي بعد تقريبا شي ساعتين رح زينه بالشوكولا بصوص الشوكولا يلي عملته. ومثل ما شايفين قوام الصوص كتير حلو، طعمته لسه أطيب وطريقته ولا أسهل من هيك.
مثل ما خبرتكم بالفيديو اللي قبل هاد نزلت الطريقة، بس كمان رح احط الرابط تحت هذا الفيديو بالوصف لحتى تشوفوه بسرعة. رح احاول هون اني اوزع الشوكولا على كامل الكيكة، بس ما مفروض اني ملس الشوكولا لانه هي هذا الصوص كتير طري، فهو من حاله رح ينزل من فوق الكيكة لتحت ويغطيها من الجوانب. بس تقريبا اذا بتتركوه شغلة ربع ساعة بتشوفوا انه هو لحاله نزل وغطى كامل الكيكة. رح بلل قطعة محرمة وامسح الشوكولاية اللي نزلت على البورد على قاعدة الكيكة، وبهذا الوقت رح استنى انه الصوص تقريبا ربع ساعة وبتشوفوا انه الصوص عم ينزل من فوق ويغطي كامل جوانب الكيكة. مثل ما لكم شايفين كيف صار هو من حاله، انا ما تدخلت. هلا من الجوانب رح زينه بقطعة من الشوكولا الجاهزة بكيفكم طبعا، بشو بدكم تزينوه بالموجود بالبيت. اللي عم استعمله أظن بألمانيا بسموه شترويزل. كمان بتكون يعني عبارة عن قطع شوكولا مرة أو حتى شوكولا بالحليب، موجودة بكل السوبر ماركتات. هون كان عندي شوية شوكولا خام دوبتها بس بالميكروويف، ما عملت أي شي، بس دوبتها بالميكروويف، حطيتها بكيس عادي وعم بعمل خطوط على سطح الكيكة. كمان حبيت اني زين من فوق بالفستق الحلبي، ومثل ما قلت التزيين بكيفكن بالموجود بالبيت. اذا عندكن مثلا كريم شانتي او كريمة الخفق كمان فيكن تخفقوه وتزينوه من فوق. اذا كريم شانتي عندكن يا بالحليب وحابين يكون بالكاكاو ضيفوله شوي كاكاو بودرة، او اذا عندكن نوتيلا ضيفوله، بتصير معكن كريمة بالشوكولا. كمان حتى الكيك نفسه هذا اللي عملته فيكن تقسموه لطبقتين وتحشوه بالكريم شانتيه وتعملوا هاي الخطوات اللي انا عملتها بعدين كمان بتصير. بس الكيك كتير هشة وطرية، ما حسيت انها بتحتاج كريمة، ما بدي خرب الطعمة بالكريمة لانه الصوص لحاله كافي. ومتأكدة بأنه الكيكة رح تعجبكم لأنه عن جد كتير طرية ما ناشفة أبدا، ومع هذا الصوص اللي فوق بيعطيها طعم وطراوة عن جد غير. ومثل العادة ما تنسوا تشاركوني بتطبيقكم لهي الكيكة وتبعتولي الصور على حسابي على الانستغرام، الرابط رح يكون موجود تحت هذا الفيديو بالوصف. شاركوني تجاربكم وآرائكم، وإذا أنتوا جداد على القناة مرة تانية ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبتكم الوصفة شاركوها مع رفقاتكم.